السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم الصورة بتحكي عن حالها، اللي هو المفتول الفلسطيني البلدي على أصوله، فتل إيد، وأغراضه كلها موجودة في بيوتنا، وربنا يديم علينا وعليكم الخير. خلينا نشوف مع بعض شو بيلزمنا لعملها. في عنا أول إشي طحين أبيض وطحين قمح، تلتين حطيت طحين أبيض وتلت طحين قمح. لو ما عرفتي كيف توزعي المقادير بتجيبي صحن طحين أبيض مع صحن طحين قمح، هيك بتريحي راسك وأسهل لك. تمام هيك. الحين حملحه زي ملح العجين. طبعا كيف انت بتملحي عجينك بتملحيه عادي، وحنلخبطهم نقلبهم كتير في بعض على اساس اني اخلط الطحين الابيض مع طحين القمح بشكل كتير كويس مع الملح طبعا. بدي اقول لكم حاجه، انه في ناس بتعملوا طحين ابيض ساده لحاله، في ناس بتعملوا طحين قمح ساده لحاله، في ناس بتعملوا زي ما انا عملته مخلوط قمح مع ابيض، وهذه افضل واطيب طريقه. جربوها ان شاء الله وراح تعجبكم. حلخبطهم كتير منيح، احرك الملح مع الطحين القمح مع الطحين الابيض، حقلبهم كلهم كتير كويس مع بعض. هلقيت حجيب كميه ميه، حرش ميه رش. ديري بالك ما تديريش الميه دير هنا ولا تكبيها كبه مره واحده، ديري بالك انه رش بدها الميه ترتش. ايد بترش وايد بتحرك، لازم يضل التحريك المستمر هنا معنا. شايفين انا كيف ايد بترش وايد بتحرك، ايد بترش وايد بتحرك، على اساس انه ما يكتلش معايا وما يصيرش معايا عجين. لانه اغلب الستات البيوت بيحبوش يعملوا المفتول، او بيعانوا من هذه المشكله، انه ليش بيعجن معاهم المفتول وبيغلبهم بمسكوه بكبوا نصه، وهذا حرام ونعمه، ولازم ربنا نحافظ عليها عشان ربنا بحاسبنا عليها. تمام هيك. انا هيني قاعده بقلب، رش بترشي. ما حبيتيش فكره القنيه، ممكن انه انت تجيبي شاف وبترشرشي بايدك الثانيه، ترشرش وايدك الثانيه بتقلب. انا ما بدي اياه لا يصير في عندي تكتلات ولا يصير عندي عجين بالمره. طول ما انت بترشي بايد وبتحركي بالايد الثانيه مش حيعجن معاكي المفتول، وحيطلع معاكي مهرول هيك ومفتفل مفتول بشكل كتير منيح. الخطوة الثانية طبعا كيف بدي أعرف إنه أنا عندي المفتول صار جاهز ما بده مية، خلاص استكفى بالمية، إنه ما بلاقي طحين عندي في قاع الجاط اللي أنا بشتغل فيه. هنا خطوتنا اللي هي الفتل ضرورية جدا. بجيب بحط إيدي اليسار تحت وإيدي اليمين بتجيب المفتول وبتفتل فيه بشكل دائري بنفس الاتجاه. فيا ريت، انا بدي اياه، انا شايفه بدي اياه زي هذه الحبه، ما بدي اياه زي الحبه اللي مبينه معنا الصوره الكبيره. حضلني افتل لبين ما كل هذه التكتلات تروح. هذه التكتلات مش ما بدي اياها انا بدي ارميها، لا، بدي ضلني افتل فيها عبل ما كلها تصير نفس الحبات تقريبا. شايفين انا هنا ما بدي اياها بالشكل، الا بدي اياها بالشكل هذا الناعم، ما بدي اياها بالتكتلات. هذه التكتلات كلها بدي برجع بعيد اني لازم اشيلها، ما ترميها، ما بترتمى. ضلي في نفس الاتجاه، ضروري جدا انك تضلي في نفس الاتجاه اللي مشيتي عليه، ضلي ماشيه عليه طول شغلك. تمام. حضلني افتل فيه كله. هاي شايفين كيف معايا الحب كله تفكفك من بعضه وقرب يصير عندي زي حبات الخرز. شايفين ما احلى حبته. حقفتله كله بهذه الطريقة، ونشوف ايش بدنا نعمل بعدها. تمام. صلوا على النبي، يا ريت تصلوا على سيدنا محمد واحنا قاعدين بنتفرج على الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين حباته ما شاء الله عليها. في المرحلة الثانية لقيت ايش بدي أعمل، حجيب جاط. الجاط هذا ححط عليه الكربالة، حنزل منه المفتول اللي أنا فتلته. طبعا أنا المفتول فتلته وخليت حباته قريبة من بعض، لكن الحين ايش بضايل عليا، اني انا بدي انزله من الكربالة. في ناس ما بتنزلوش من الكربالة. ضرورية جدا هذه المرحلة، على أساس أنا بدي كل حبة وأختها، بدي يطلع معايا المفتول تبعي كل حبة بحبتها. ويا ريتوا أنت بتعملي في المفتول على الكربالة ما تضغط عليه عشان ما تعجنهوش، أنت إيدك تكون خفيفة بشكل دائري. بمسك وبشكل دائري وبضلني أحرك فيه. طبعا هذا أفضل مفتول حتعمليه في بيتك، أطيب من اللي بتجيبيه من برا، اللي هو المبكت هذا اللي بتجيبيه من السوبر ماركت. تمام. حضلني انزل كل هذه الكميه. الحين حفرجيكم اياها، حرفع الكرباله وحفرجيكم كيف صارت معي. هذا ما تخافي منه، كله حينزل. تمام. طلعي ما احلى حبته ما شاء الله. شايفين حباته زي الخرز ما شاء الله. شايفين هذا المطلوب، هذا هو اللي انا بدي اياه، بدي اصل لهذه المرحله. تمام. هلقيت انا حجيب الكرباله واكمل كل شغلي لحالي ان شاء الله. هتعمليه بهذه الطريقه وارجع لكم. تمام يا حبيبتي، انت وياها هيك فاهمين؟ قولوا فاهمين.
لقيتها. ايش المرحله اللي بعد ما نزلته من الكرباله؟ مرحله الحزق. مرحله الحزق ايش يعني؟ يعني انا بدي اخذ لي حبه من المفتول اللي فتلته، حضيف عليه شويه زيت وحأحزقه بالايه، بايدي. هذا الحزق اهم حاجه، بدي اضلني في ايدي بنفس اتجاه عقارب الساعه. اوعي تمشي بنفس اتجاه عقارب الساعة وتروحي تعملي عكس اتجاه عقارب الساعة، هذا أكبر غلط. ديري بالك لو عملتي زي هيك، هيك انت بتكوني بتحزقي وبتفكي، بتحزقي وبتفكي. ديري بالك إياكي من هذه الخطوة، هذه أهم خطوة عنا. تمام. طبعا انا ليش بدي احزقه؟ بدي حبة الزيت تلف كل حبة مفتول بحبتها، على اساس انا كيف بدي اعرف انه فتل معي؟ حمسك حبة في ايدي زي هيك، هضغط عليها، هرجع افكها تاني، اضغط عليها تاني افكها، هتلاقي كل حبه بحبتها طلعت معي. هيك انا بعرف اني انا حزقته خلص ما بده. في الوقت هذا انا حجيب طنجره المفتول واحطها على النار، احط نصها ميه تقريبا، هحط معها الورق اكليل الجبل، هحط عصره نص ليمونه، هحط طبعا النص ليمونه اقطعها لقطع وارميها في الميه. الليمونه هذه عشان مش لغايه معينه، بس عشان عندي طنجره ما تسودش وتغلبني في الجلي. اكليل الجبل بعطي ريحه حلوه. لقيت في عندي المصفايه تبعت المفتوليه، حجيبها واحطها على طنجره الميه تبعتها اللي هي طنجره المفتول. في هذا الوقت انا حجيب شويه زيت ذره او زيت نباتي وححطها على فرشاية وأدهن فيها المفتولية. ليش أنا دهنتها هذا المفتولية بالزيت؟ عشان ما يلزقش المفتول في مصفاية المفتولية، وتنزل معايا كلها قالب واحد زي ما حنشوف. هلقيتها مع بعض، هلقيتها طلعت عندي العروسة. أنا بقول عنها العروسة اللي هو البخار، هذا بنسميه عروسة. راح أجيب المفتول اللي أنا حزقته وأحطه على المفتولية وحفرده بشكل مستوي. تمام. ممكن أنت في الوقت هذا اللي أنت قاعدة بتحطي فيه المفتول تحطي لك الحبة اللي حزقتيهم وترجعي تحزقي اللي ضايلين عندك، ما بيصير أي إشي. تمام هيك. هي أنا حطيت أول نتفة، أنا أول كمية أنا حزقتها، هرجع أحزق الباقي وأرجع أحطه. هاي انا حطيته كله. هنا بلش عندي بالسوا، شايفين هذا اللون عصفار؟ في الوقت هذا هعمل الدفنه اللي هي اخرة البصل والفلفل الاخضر. هنا هيو شايفين بلش يستوي معاي، شايفين ما احلاه؟ لونه بلش يتغير. تمام. لما يصير لونه كله زي الحفاف هذه الغامقه خلاص. الحين انا في عندي خلطت البصل والفلفل الاخضر، راح اجيب احط عليهم الملح، هحط عليهم فلفل اسمر. انا لابسه كفوف انا بقولكم لاني ايش في فلفل والفلفل بيحرق. تمام. حطيت الملح، حطيت الفلفل الأسمر، هحط كمان كمون، هحط عين جرادة ناشفة أو اللي بنسميه الشبت. تمام. في المرحلة هذه بدي أقول لك حاجة، إنه كل ما كترتي دفنة كل ما كان مفتولك أطيب، كل ما زودتي الدفنة كل ما كان مفتولك أزكى، كل ما كنتي مميزة بمفتولك. غير هيك كل ما كان حراق. يبقى أنا إيش اللي حطيته؟ حطيت ملح، فلفل أسمر، كمون، جرادة ناشفة. تمام. هينا أنا قاعدة بحط في الكمون. كل ما كان كمان المفتول حراق كل ما كان أطيب، وخصوصا إحنا الغزازة وبنحب المفتول الحراق. تمام. هل جيته هعيدك تاني إيش حطيت على الدفنة؟ حطيت الملح، الفلفل الأسمر، الكمون، الجرادة الناشفة، وحطيت طبعا بدي اقول لك عن الجراده اشي، انه انا الجراده هنا هزيتها، نزلتها من وصايه او من منخل على اساس لو فيها غبره، فيها رمل، فيها عشبه، كله ينزل ويطير وانا بهز فيها. هحط شويه زيت نباتي وحمرتهم مع بعض بشكل كتير كويس. حترك الدفنه هذه اللي انا عملتها على جنب واروح اشوف مفتولي. خلينا مع بعض نشوف المفتول ايش صار فيه، اللي هو الردة الاولى. المفتول الحين وهو على النار بسميها ردة اولى. تمام يا حبيبتي. هاي هنا دفنة عندي صارت بقولكوا جاهزة، حتركها واروح اشوف شو صار معنا في المفتول. هاي المفتول عندي كيف بدي اعرف انها استوت الردة الاولى؟ بطبل عليها صوتها زي الطبلة. ما عرفتيش؟ ساعة واطفي، ومش اطفي عفوا، نزليها ساعة الردة الاولى ونزليها. في الوقت هذا انا ايش بدي اعمل؟ بدي اجيب معلقتين خشب او معلقتين حديد هيك كبار، على اساس انه المفتول عندي سخن مش حقدر امسكه في ايدي طبعا. راح اجيب المعلقتين وافكفك منه المفتول. شايفين كيف المفتول عندي نزل قالب؟ ليش؟ لاني انا حطيت دهنت المصفايه بزيت نباتي عشان ما تلزقش حبات المفتول معي في المصفايه. هل قد انا حفكفك المفتول من بعضه وحرشرشه بالميه، حسقيه بالميه. ليش انا بدي اسقيها بالميه؟ عشان تتفتح الحبات معي وتنفش وتصير حلوه ومقلوظه هيك زي ما بنقول. تمام. لا تقولي لي مفتول جاهز
ولا مفتول مغربي ولا مفتول روحوا جيبوا لي اياه من السوبر ماركت، فيش بعد مفتولنا البلدي المتعارف عليه، شغل ايدينا شغل بيتنا انضف إلنا. هيني انا هان حسجيب المفتول بالميه، انا هان حطيت دير بالكم جنيه ميه لانه عامله مفتوليه كبيره، كميه كبيره وضاريه اني اعمل هذه الكميات. هذه الحبات اللي عندي انا ما تخافيش منها، هذه مش مكتله ولا معجنه، لا، بس عشان سخن، انا لو امسكها في ايدي وافركها حتنزل معايا تهرول زي حبات الخرز، بس عشان سخن مش قادره امسكه بايدي، قاعده بعمل فيه بالمعلقه. شايفين كيف من حد ما اضغط عليه بالمعلقه كله بفرفط من بعضه. تمام يا حبيبتي انت وياها، يا ريت تقولوا لي فاهمين، ان شاء الله خطواتنا تكون كلها واضحه. هلقيت انا هيني قاعده برشرش عليه الميه عشان حباته تتفتح. هلقيت في عندي حبات هنا كبيره لانه سخن وعندي كميه كبيره، مش همسك كل حبه بحبتها وافركها في ايدي، فاريح لي بمسك بنزله من الكرباله مره تانية. تمام، عشان كل حبه تكون بحبتها وتكون كل حبه واختها. انا دير بالكم هيني قاعده بنزل فيه وهو سخن، اذا ملاحظين ايدي يعني ها بحطه بشرد في ايدي، بحطه وببعد ايدي لانه سخن، لاني بدي الحق المفتوليه على الغاز وهي سخنه، بدي احطه سخن على اساس انه يلحق ايش ما يطولش وياخذ معي وقت تاني على النار. تمام هيك ان شاء الله يكون واضح معنا الشغل وكل خطواتنا واضحه. هيني قاعده بحط في الكميه كلها مر شويه شويه، لازم هنا يكون عندي سخن، بدنا نتحمل سخونته عشان يعطينا اشي طيب. هي هنا عملته كله تقريبا، شايفين احلى حباته، كل حبه واختها، ما فيش حبه كبيره ما فيش حبه صغيره. هلقيت حاخذهم واحطهم على المفتوليه. قبل ما احطهم على المفتوليه عندي على المصفاي بدي ادهن مصفايه زيت زي ما تعودنا في الرده الاولى، تمام، عشان ما يلزقش معايا وينزل معايا برضو قالب كامل. تمام، هيني دهنتها، حستنى البخار لما يطلع اللي احنا بنسميه اتفقنا عليه العروسه. متفقين هيك ان شاء الله؟ تمام. لقيت حجيب انا نص المفتول اللي انا نزلته من الكرباله وسقيته بالميه وححطه في مصفاة المفتوليه، نص المفتول، انتبهي هان انه نص المفتول. تمام، في ناس بيروحوا بيجيبوا الدفنه وبيلخبطوها في كل المفتول مره واحده وبروحوا بركبوه على المفتول على المصفايه، لا، هالحين انا حطيت نصه، هي استكفيت، حفردها وحسويها وحخلي كل السطح عندي تبع المفتول اللي هو الطبقه الاولى مستوي. راح حلقت اجيب الدفنه اللي انا عاملاها واديرها، طبعا هحركها قبل ما اني اضيفها. تمام هيك انا هحركها على اساس ملح حياخد فيها زيتها، لو زلت ميه، لو زلت ميه البصله طبعا، الزيت، الملح، الفلفل، الجرادة الخضراء الناشفه عفوا. طبعا في ناس بحطوا جرادة خضراء، احنا والله ما بنحب نحط الخضراء، الخضراء مش كتير طيبة، فيش بعد الناشفة أطيب على المفتول زي ما احنا متعودين. وبرجع بكرر تاني، كل ما زودت دفنة وكل ما كان مفتولك حراك كل ما كان أطيب. قد ما الله يعطيكي ما تستخسريش، زودي، كل ما كلفتي الأكلة وعملتيها بنفس طيب كل ما كانت طيبة وكنت مميزة في شغلها. تمام، هيني فردت البصلة طبعا اللي هي الدفنة على جميع أجزاء وجه المفتول. هلقيت حجيب نص كمية المفتول الثانية وأضيفها على الدفنة. تمام هيك إن شاء الله يكون واضح معنا الشغل. أنا هيني قاعدة بفرد في البصلة على أساس إنه ياخدوا كل واحدة نصيبها، كل شقة نصيبها نفس الشقة الثانية من الدفنة اللي احنا حطيناها. حجيب الكمية الثانية من المفتول اللي ضلت معي وحضيفها على وجه الدفنة، حنزلها كلها وحسوي الوجه. تمام هيك يا حبيبتي. الحين في الوقت هذا أنا إيش بدي أعمل؟ هيني سويت وجه المفتول، راح أروح أعمل إن شاء الله أنا وياكم اللي بدي أشوف المفتول عندي استوى ولا ما استواش. بطبل عليه بكون صوته زي الطبلة، بطول بالمغرفة بالمعلقة معي أشوف البصلة استوت ولا ما استوتش. استوت خلاص بكفي، هي بالعادة بتاخد ساعة. حروح أنزل المفتولية، شايفين كيف ما شاء الله المفتولية نزلت كلها معي، هي الدفنة وهي المفتول كل حبة بحبتها. الحين لما نحركه حنشوفه مع بعض، شايفين كيف؟ هيو بضغط عليه بس البخار مغطي على الكاميرا لأنه سخن نار. ما شاء الله ما شاء الله، صلوا على النبي بدل ما انتوا سرحانين، صلوا على سيدنا محمد. يا ريت ما تنسوا على قد تعبنا وشغلنا اللي بنقدمه لكم، يا ريت ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل وصفاتنا، وما تنسونا من تعليقاتكم الحلوة. هل جيت حنضيف عنا سمنة أو حنضيف زبدة أو حنضيف زيت زيتون، ايش بتحبي انت ضيفي. انا هنا ضفت عندي الزبدة اللي هي المنقرين، ايش انت بتحبي ضيفي، بس هي سايحة شوية لانها كانت جنب المفتولية جنب النار طبعا،
دافية بحرارة الغرفة باعتبارها، أو أزود أسيح طبعا من حرارة الغرفة. حقلبه كتير منيح المفتول، حخلي المانجرين ياخد في كل أجزائه. ممكن إنك تحطي زيت زيتون، هذا إشي برجع لك. بدك تحطي كمان سمنة، إشي برجع لك، بالسمنة كتير طيب، كمان بزيت الزيتون كتير طيب. بس أنا بحب المانجرين لأنها خفيفة شوي على المعدة، فبحب دايما أستخدم المانجرين. تمام، أو الزبدة. تمام، صلوا على سيدنا محمد. ما شاء الله، ما تسرحيش، أنا شايفاكي سرحانة. يا ريت تحطي تفعيل الجرس وتحطي اشتراك في القناة وتعليقاتك الحلوة. في الوقت هنا أنا هعمل الدجاج معاكم. لقيت أنا عندي دجاجتي حلوة، حممتها بالطحينة، بالليمون، بالخل، بالطحين، بالملح، حبة بندورة، وفي معايا بصلة، وفي معايا كليل الجبل، ورق غار، عود قرفة، حب هيل وقرنفل. لقيت انا حميت الطنجرة عندي على الغاز كويس، بدي اعطي الدجاجة عندي صدمة. شايف محلى دجاجتنا كيف متحممة نظيفة. تمام، لقيت حاعطي دجاجتي صدمة. بدي اياه اذا في زفارة، في زخة الدجاج كتير، في ناس بتشكي اني انا بكون غسلت الدجاج كتير منيح بطحين وملح وخل وليمون وحاطة عليه كل الهلمة هذه كلها، لكن بتضل في زفارة للمرقة. عشان ما يضلش عندك زفارة للمرقة، اعطيه صدمة في طنجرة سخنة تكوني محميها على الغاز شوية. اعطيه صدمة، ولما يزيل كل ميته، شايف لونه الذهبي ما احلاه معنا. بعد ما تزيل كل ميته تنشف ميته، بروح بجيب بصلتي، بهاراتي الصحيحة، وبحطهم على الدجاج ومع شوية زيت. هي أنا حضيف البصلة، وحضيف عليها طبعا البهارات الصحيحة اللي هي عبارة عن كليل الجبل، ورق الغار، حب نهان، اللهم صل على سيدنا محمد، عود القرفة. وإذا في عندك لومي حطي، بس أنا والله مش متوفر عندي هلقات لومي فاستكفيت. هحط عليهم كمان شوية زيت نباتي واحوسهم كلهم مع بعض. انا بدي هنا البصله بس تتدبل تتبيل، بديش اياها تغمق، لانه كل ما غمقت البصله وحمصت البصله كتير حتعطيك المرقه غامقه، وانا ما بديش هيك مرقتي تكون غامقه، بدي مرقتي يكون لونها حلو. تمام، حقلبهم كلهم مع بعض، حضيف عليهم الملح حلقيت، وحضيف عليهم الفلفل الاسمر، وحقلبهم مع بعض شويه. بعدين حضيف عليهم، بس تدبل البصله وتعطيني اللون الاشقر الحلو، ححط عليهم اللهم صل على سيدنا محمد، حنضيف عليهم الميه. تمام، ان شاء الله يكون كله واضح معنا. هذا بالنسبة عشان اقول لك ما يضل معاكي زفارة خالص للدجاج، وتاكلي تشربي معيكي مرقته ما شاء الله بتشهي وبتفتح النفس. هلقيت بالنسبة نيجي نعمل اليخني، عنا بندورة انا مقطعة الحبة ل4 قطع اذا كانت كبيرة، ولو كانت صغيرة بقطع الحبة لقطعتين. هذا اشي برجع لك. هاي بالنسبة ل4 قطع، وبالنسبة لقطعتين انا فرجياكي. في معنا بصلة مقطعاها طرنشات، وقرن فلفل اخضر، وعنا القرع مقطعينه لمربعات. في عندي طنجرة على الغاز، هحط فيها زيت نباتي، هضيف لها البصل والفلفل الأخضر. خلينا نشوف مع بعض كيف حنحركهم. أنا ما بديش إياه لا يستوي ولا يتدبل ولا إشي، بس مجرد ما تطلع ريحة البصل معايا بدي أضيف له القرع. هنا طلعت عندي الريحة، على طول ريحة البصل طبعا بتجنن، حنضيف عليها القرع. لو مش متوفر عندك قرع، ممكن انك تقشي لك حبة بطاطا وتقطعيها على نفس شكل القرع وتحطيها. لو اولادك بيحبوش كمان القرع، ممكن تحطي بطاطا تستغني عن القرع، هذا حسب انتي ايش بتحبي وبيتك ايش بيحب. تمام، حقلبهم مع بعض، حغطيهم هلقيت، واضلني اقلب فيهم من وقت للتاني عبل ما تقريبا يبلش يخش في السوى القرع، يصير نص سوى. عندي حبة القرع بتصير نص سوى، هضيف عليهم البندورة. هيني انا ضفت هنا البندورة او الطماطم، حاضلني اقلب فيهم ياخذوا يدوا بشكل ودي. هلقيت عندي الدجاجة طبعا استوت، هاخذ من مرقة الدجاج واحط على اليخني. هنا ما بلزمك اصلا تحطي الماجي بالمرة، لانه مرقتنا بتشهي ما شاء الله عليها. مرقة طلعت رائعة جدا، بتشهي. أيوة، الريحة وصلاني هنا وانا قاعدة اضبط لكم بالفيديو. تمام، هلقيت انا حطيت الملح طبعا هذا حسب ذوقكم، والفلفل الاسمر، وحطينا الحمص. طبعا انا نسيت اقول لكم اياه في البداية، حمص هنا انا نقعاه وسلقاه. حقلبهم مع بعض شوية، بس 5 دقايق، مش اكتر من 5 دقايق، وحنشوفها وهي مستوية. هاي هنا معنا استوت اليخني وجاهزة، يبقى ستوينا كل حاجة. خلينا نشوف كيف بدنا نقدمها. وهنا طبعا هو ملك السفرة، طبق المفتول مع اليخني مع المرقة، اشي بشهي للأمانة.